ان مطيشه توصل للسعر اللي وصلت ليه، ما خصهاش توصل ليه. الكميه اللي دخلت اليوم اللي دخلت الانسكان كتجاوز 1000 طن، ولكن علاش هذه واحد 3 ايام كانت كتدخل غير 300 و400 الف؟ علاش؟ السؤال هو هذا اللي خصو يتطرح. واش نحاسب الحكومه على ان شي واحد دخل السلعه وخرجها؟ كيف يستقيم هذا المنطق؟ هذا منطق لا يستقيم، لانه حنا عملنا الاجراءات وحبسنا ودرنا لا تراسابيليتي ومشينا لعند هاد الناس هادو وطلبنا ودرنا اجراءات باش انه هاد المنتجات كلها تدخل للسوق الوطنيه باش يهبطوا الاسعار. ولكن اللي خصو يتحاسب هو خص يتحاسب هاد المضاربين طبعا باجراءات قانونيه اللي قلت كيف ما قلت خصها تجي. دابا الان انا ما متفقش على انه يتقال بان الحكومه فشلت. الحكومه لم تفشل. اسمح لي السي فتحي نقول لك انا ما متفقش مع هذا التوصيف اللي وصفتي به، لان الاجراءات اللي قمنا بها واللي غنقوموا بها سوف تعطي نتائج.